السلام عليكم. هاد القصة هادي من القصص اللي بصراحة الإنسان خصو ياخد منها بزاف ديال الدروس ود العبر، لحقاش شي حوايج الإنسان ما ردش ليهم البال وما فاهمهمش كيفاش كيوقعوا قدامه، وهادشي هذا من الحوايج اللي خصها يرد ليها البال الإنسان. القصة ديال اليوم هي قصة كتبدا من واحد المكان اللي انطلق منه هاد الإنسان هذا. هاد المكان هذا اللي خلاقيت وترعرعت فيه ودوزت جميع المراحل ديال الطفولة على خير وبخير، وعرفت فيه الأشياء الجميلة والحوايج الخايبة. عرفت فيه كيفاش نخرج للحياة وكيفاش نبدأ حياة ناجحة، والخدمة اللي كنت متوقع أنني نخدمها ما خدمتهاش. الإنسان كيخلق في الفلاحة، كيخلق في شي الحياة اللي بالنسبة للدراري اليوم هي بيزار، وقليل اللي كيبقى في البادية ويقابل الفلاح. ولكن كتاب علينا المكتاب أننا نكونوا واحد الناس اللي كيتسموا فلاحة. بصراحة الوالد كانت عنده الأرض، وكانت الأرض قريبة يعني للواد، وكنا معروفين يعني كنتجو يعني في الصيف دائما بطيخ الدلاح، وفي البرد راكم عارفين يعني بنادم كيدير التجارة، والتجارة على حسب، يعني كاين اللي كيدير القطاني، كاين اللي كيدير بعض المرة الوالي، كله وشنو تيدير. هذه من بين الحوايج اللي معروفة. وهاد التجارة اللي كنمارسوها هي أننا كنهزو القطاني ونتسالاو بها على الأسواق في المغرب. وهاد الأسواق في المغرب ضروري يعني كاين سوق فيه الربح دائما، وكاين سوق فيه الربح مرة كل مرة وكيفاش، لحقاش الناس اللي خدامين في التجارة هما اللي عارفين هادشي مزيان. بصراحة كنت كنمشي أنا وخويا وولد عمي، وكانت الطوموبيلة كبيرة، وهاد الخدمة هادي خص ضروري معاك الوعين، يعني إلا ما كانش معاك العوين مشكلة، تقدر تلقى مشاكل في الطريق، منها الكريساج، منها بزاف ديال الحوايج. وهذا من الحوايج اللي كيخليو بنادم أنه يكون دائما مع هاد الإنسان. بصراحة بقينا مركزين على واحد المدينة بالضبط، وهاد المدينة هادي هي اللي لقينا فيها الخدمة، لحقاش كنا كنحطو في واحد السوق، وداك السوق فيه يعني العشية ديالو كتعمر واحد التسويقة عاوتاني. كنا كنحطو تما وضربنا مود، جاب الله شرينا واحد الابارطومون تما، وهاد الابارطومون ملي شريناها وليت مستقر فيها انا والاخ ديالي وولد عمي. مرة ملي كيجي الصيف كنديرو عاوتاني الديسير دلاح البطيخ، وبعض المرات كنجيبو الفريز على حسب. مع الوقت ولاو عندنا كليان، ولاو ناس كيعرفونا، وليت يعني كنبيع ونشري، وليت انا هو اللي معروف، يعني حسن هو اللي مول الطوموبيله. من خلال البيع والشراء ديالي كانت دائما واحد الانسانه كتجي تقدم من عندي، ودائما كتعامل معايا معامله زوينه وكلام حلو، وكانت دائما يعني كتوقع بيناتنا يعني واخا ما ديك درهم جوج دراهم بعض المرات ما تكونش عندها تخلصني، كانت المهم العلاقه مزيانه ما بين الكليان واللي كيشري. يعني من الحوايج اللي كيخليو التجاره انها تسلك، والانسان هكا كيمكن له كيدير بلاصتو. هاد الانسانه هادي بصراحه من خلال الشكل ديالها كتبان معقوله، وكتبان فيها واحد الصوره ديال الوقار والحشمه. بصراحه واحد النهاريات سولتني واحد السؤال اللي جاني ماشي هو هذاك. قلت لي واش حسن عندك شي ولاد؟ قلت لها لا ما مجوش. قلت لي هو مزيان، وبقينا كنهضروا هكا على ما بعت لها. مشات واحد النهاريات انا جالس في الكافي، وتم دايزه قدامي هي واحد البنت،
ديك البنت زوينه، واش بنتها، واش كتجيها او ما عرفتش بصراحه. شي حاجه اللي قلت مع يعني هاد الانسان هادي كامله عندها هاد الزين. ما عليناش، صافي بقيت خدام هكا على راسي مقابل اموري. ضربت واحد سيمانه هكا، واحد الصباح كنت مجي عندي وهاد البنت هادي، السلام لاباس عليك مزيان هاني. المهم خويا كان كيبيع ويشري معاهم وانا كنت في الطوموبيله جالس. ملي نزلت من الطوموبيله لقيتهم واقفين بحال اللي كيساينوا يعني الوجود ديالي انني نجي. بصراحه ما كنتش يعني عول على ديك الهضره ديك الصباح. وبقات كتقدا وقالت لي كي داير لاباس عليك؟ قلت لها الحمد لله مزيان بخير هاني. قالت لي اجي نقول لك. قلت لها مرحبا. قالت لي المهم ها هي البنت اللي بغيتي تتزوج، راه المهم راه هي تسال هنايا. المهم البنت كتبان زوينه، كتبان ما غاديش انا شفتها. قالت لي ها هي، لا عمرك ما شفتيها؟ قلت لها ما عمري ما شفتها. قالت لي ها هي. المهم قلت لها ما قلت لها انا في الصراحه دابا ما كنفكر في الزواج. قلت لها لحقاش تبيني بزاف د الحوايج ما قلت لها الدماغ للزواج ما كاينش كاع. بقات كضحك. قلت لي شنو خصك؟ قلت لها مازال خصني نزهى وخصني. قلت لي مازال خصك تضيع الفلوس؟ قلت لها لا لا الفلوس راه هذا دارت باش تضيع. صافي المهم انصرفت بحالاتي وتا مشيت بقيت في الدار متكي وكان خمام في ديك الهضره اللي قالت لي واش تزوج وهادي وهادي. وانا ما فيا ما نتزوج، لحقاش انا ما عنديش. كون بغيت نتزوج ما غاديش نساين بنادم وحده برانيه تجيب لي وحده اخرى باش نتزوج بها، لحقاش ما عنديش التفكير هذا. وبقيت قلت علاش ما ندورش بها هي. انا اصلا ما باغيش نتزوج، ما عشان ما تصاحبش معايا هي، مازال كتبان لي فيها ميت دار مازال. صافي قررت حزمت يعني صافي باش ما كان غادي. المهم ضربت واحد المده ما بانش ليا، ومن نهار لنهار يتبانت. جات تقدم من عندي كذلك ديما عندي واحد البطيخات. قالتني غير انايا، ومن الزهر والصدفه اللي كانت عندي. قلت لها مرحبا لاله. وبقات هكا كتعاود معايا ايوا ويوا ويوا. وقفت عليها، كنت جالس وقفت، شديت يديا شديت لها في يدها. قلت لها بغيت النمره ديالك. ابتسمت وبقات كتشوف فيا. قلت لها راك عجبتيني. قالت لي المهم ودانا وكنهضر انا وياك ومداني كنجي عندك وعاد دابا كتقولها ليا كيفاش هادشي هذا. قلت لها غير ما كانتش صدفه وصافي، راه الانسان ضروري كتجيش بعد مره الوقت. قالت لي المهم ديت مع عندها النمره و قيت في التليفون وخليتها. صافي ضربت واحد 3 ايام هكاك، يعني مازال كنتذكر 3 ايام، حيت كنت مشيت للعروبيه ورجعت وصونيت عليها. قلت لها فينك ما بنتيش ليا هادي؟ قالت لي لا راه انت اللي ما بنتيش، راني دزت للسوق ما بنتيش ليا وهادي وهادي. قلت لها المهم، قلت لها شنو فيك ما تمشي، فيك ما تخرجي تساراي؟ قلت لها راني خارج بالطوموبيله. قالت لي واش اللي كتخدم بها؟ قلت لها لا. قلت لها الطوموبيله ديال واحد الصديق ديالي. قلت لها شنو مشاو هذا النهار؟ قلت لها راني جوج غنتحرك. قالت لي اصبر عليا. المهم السيده قدت حالتها، ريقت الامور ديالها، دزت بالطوموبيله، ركبت انا وياها، خرجنا انا وياها لواحد البلاصه فيها الطبيعه. في الطريق نزلنا جلسنا في واحد القهيوه بقينا كناكلو. المهم كاننا كوبل. المهم غادي انا وياها مره مره كنشدها كنبوسها كنعنقها كل مره شويه بشويه، حتى وصلنا لواحد البلاصه فيها السد. وصلنا لديك البلاصه فيها السد وخاويه من البشر، خاويه بزاف، البشر ما كيدورش. وديك البلاصه انا ديجا عندي تما الدراري صحابي وديجا يعني مرسي البلاصه. نزلنا في داك السد بقينا جالسين انا وياها. قلت لها شنو تعومي؟ قالت لي ما عنديش كي ندير يشوفنا شي حد. قلت لها ما كاينش. قلت لها حنا اصلا بعاد على البلاصه اللي كيعرفك فيها بنادم بالاف كيلومترات. قالت لي صافي. لبست واحد البيجامه ديالها والسليب من تحت والسيامات
دخلت بقينا كنعومو انا وياها بشويه بشويه بشويه، حتى في العومه وانا كنحشي يديا في البيجامه ونبدا نطبز فيها، وهي كتفركل في الماء، انا كنطبز فيها كتفركل في الماء، نجرها نبوسها، ومتى السيده سخنت في الماء، سخنت بصراحه، خرجت انا وياها للطوموبيله، بقينا مشمشين شويه، قلت لها شنو، قلت لها العشيه فينا، قلت نهبطو بحالنا، واحد شويه كيصون عليا صاحبي في التليفون، قال لي فين، قلت له راني في السد وهادي وهادي، قال لي دوز لعندي، جيتي، قلت له راه معايا بنادم وهادي ما عنديش كندير، قال لي المهم راه كاين فين تبات فين كلشي، قال لي راني عارض عليك هاد الليله هادي، صافي قلت له راه السيد عارض علينا، دابا حتى الغدا ونمشيو، قلت له دابا مالك دابا ما صافي حتى الغدا ونمشيو، بقات عليا هادي، قلت له دابا حتى الغدا حبيبه ديالي ونمشيو، صافي ركبنا في الطوموبيله طلعنا شويه من فوق السد واحد 2 كيلومترات، وصلنا لتما عند داك الدراري، وصلنا عنده وما حط لنا واحد البلاصه فين ناكلو، كلينا، المهم درنا الامور ديالنا، بقينا جالسين هكا مجموعين انا وياه وهي، و وديك الساعه داك الدريري قال لي صافي، قال لي غنمشي بحالاتي، قال لي المهم هذا السوار ديال الدار، ها الامور ديالك، صافي ديك الساعه كانت شي 10 الليل، دخلت انا وياها البيت، بقينا متكين شي شويه، واحد شويه صافي على ما المجاج ديالي رجع هو هذاك، صافي درت شديتها انا وياها، صافي بقيت معاها في العلاقه، بقيت انا وياها في البوسان، في التعناق، في التشناف، قلت لي بصراحه هادي شي عمري عشتو، قلت لها هادي تعشي دابا معايا راه شي حاجه اللي عاديه، صافي بقينا انا وياها تما، من هنا شد من هنا شد من هنا شد من هنا، صافي حتى السيده سخنت مزيان، قالت لي باغي نجرب واحد الحاجه، قلت لها، قالت لي خصني نخرج لبرا نمارسو انا وياك، صافي خرجنا لبرا حدا واحد الشجرات مع ديك الدار ديالهم تما كبيره، ما اصلا ما كاينش اللي غيوصل لعندنا، صافي حزت واحد الزيتونه، وبقيت انا وياها طاق 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 في الطبيعه وفي الليل وفي ضوء القمره والنجوم، عاوتاني بلا دخلنا عاوتاني البيت، كملنا البلان ديالنا، دازت ديك الليله، دازت ليله زوينه حتى صباح الصباح.